أيضا التفت إلى هذه النكتة، لاحظ من أروع ما يكون ومن أقوى ما يكون ومن أسمى ما يكون ومن أرقى وأنقى ما يكون في المذهب الشيعي، في مذهب العترة، في وصية النبي بالقرآن والعترة، هو التوحيد. من أقوى ما يكون ومن أرقى وأنقى ما يكون في المذهب الشيعي، في مذهب العترة، هو التوحيد. لكن لماذا لا يوجد توحيد في الحوزات؟ لماذا لا يوجد توحيد عند المراجع، عند المجتهدين، عند الرموز، عند المتصدين؟ لماذا لا يوجد؟ لماذا توجد القبورية وتطغى وتسيطر وتشاع القبورية، الطقوس الوثنية الشركية، وثنية بالمباشرة، صنمية وشركية بالمباشرة، هي وثنية وشركية، أو هي مقدمة للوثنية والصنمية والشركية، فهي محرمة بذاتها أو محرمة لأنها مقدمة للحرام. الطقوس القبورية محرمة بذاتها أو محرمة لأنها مقدمة للحرام. التفت جيدا، أي طقس من طقوس القبورية، من طقوس القبور، إما هو محرم ذاتا، هو من الوثنية ومن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أو هو مقدمة للإشراك. الناس البسطاء الذين يشركون بالله وهم يظنون أنهم يعبدون الله، هؤلاء الناس البسطاء الذين يشركون بالله وهم يظنون أنهم يعبدون الله ويتقربون إلى الله، وهم يظنون أنهم يحبون النبي ويحبون العترة، وفي الحقيقة هم يعملون الأعمال المنفرة، الأعمال القبيحة، الأعمال المبعدة عن الله، الأعمال المبعدة عن النبي وعن العترة. في مثل هذه الظروف واجبنا، واجب كل إنسان في مثل هذه الظروف، ينطلق الإنسان على بساطته ويوصل ما عنده ويلزم الآخرين الحجة. هذا هو واجبنا، وهذا هو الذي نسعى إليه عندما نتحدث وعندما نصدر ما عندنا وعندما نرشد وننصح ونوجه الأعزاء الأبناء من الموحدين لإيصال الأفكار لتصحيح العقيدة. هذا هو واجبنا، واجب كل إنسان في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الفتن، في مثل هذا الإشراك والوثنية السائدة المطبقة على العقول، على النفوس، على السلوك، على الأفعال، على المظاهر الخارجية. فكل إنسان موحد هو بمقام النبي من أنبياء بني إسرائيل، خاصة مع وجود وسائل النصرة والانتصار للحق وإيصال عقيدة الحق. مهما كان الإنسان من البساطة في التفكير، لكن هذه البساطة عندما يحصل فيها ومعه اليقين لينطلق الإنسان على بساطته ويوصل ما عنده ويلزم الآخرين الحجة، وهو يكون أمام الله سبحانه وتعالى قد أبرأ ذمته، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومن الجميع. إذن لا يوجد عند الشيعة الكلام في التوحيد. لماذا؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن المنهج هو خلاف التوحيد، لأن العقيدة، لأن الدين الشيعي هو عبارة عن قبورية، هو خلاف التوحيد.